مشاهدينا نرحب بكم ضمن هذه الفقرة، فقرة ضيف التحرير. والآن إنجازات كبيرة وتحديات مهمة راقبها المغرب، وجاءت ثمرة لعقود من المجهودات الفعالة على امتداد سنوات حكم الملك محمد السادس ومحمد الخامس وحكم المغفور له الحسن الثاني، والمسيرة تتواصل في عهد الملك محمد السادس. أشواط من الإنجازات المهمة على عدة مستويات سياسية واقتصادية واجتماعية داخليا، كما فرض المغرب نفسه كقوة إقليمية على المستوى الخارجي. وللحديث عن المغرب مملكة الإنجازات والتحديات يسرنا أن نستضيف السيد طلحة جبريل الصحفي والمحلل السياسي الذي ينضم إلينا عبر سكايب من الرباط. أهلا وسهلا بك سيد طلحة. أهلا وسهلا بك وأهلا وسهلا بالمشاهدين وكل من يستمع إلى هذا البرنامج. إذن سيد طلحة، توالت قصص النجاح التي حققها المغرب على مستويات مختلفة، نجاحات همت على امتداد أكثر من نصف قرن من الفعل مختلف الجوانب السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها الإصلاح الدستوري والمؤسساتي. كيف ساهم دستور 2011 في تقوية مسار الديمقراطية والتنمية في البلاد، خلافا لما تعيشه العديد من الدول اليوم، دول الجوار أساسا، من صراعات؟ سيد طلحة. أولا المغرب ينعم بخاصية صراحة من الخاصيات المهمة جدا، نعم. وهو الاستقرار. وفي الوقت نفسه المغرب دولة مؤسسات، وهذه المؤسسات من عام 2011 كما تفضلت من الدستور الأخير إلى الآن تعمل بشكل منظم، بشكل حديث، بشكل متحضر، وفي الوقت نفسه بشكل فعال وذات مردودية. لا أود أن أقول هذا الكلام كما يلقى على عوانين. لنأخذ على سبيل المثال آخر مجلس وزاري ترأسه جلالة الملك، ماذا كان فيه؟ كان فيه في الواقع نوع من التحول الاجتماعي، التحول الاجتماعي كبير وكبير جدا، وهو عندما تعميم التغطية الصحية. مسألة أخرى التقاعد، عدد من الإصلاحات المهمة جدا، إضافة إلى ذلك إصلاحات ذات طابع دستوري، لأن هذه السنة ذات طابع قوانين، عفوا، هذه السنة هي سنة انتخابات. فهذا كله يدل على أن الأمور تسير قدما، ليس كلام، ليس مجرد شعارات، ولكنه أشياء ملموسة ومطروحة وموجودة على الواقع، ولكل شخص له رؤية محايدة وموضوعية لا يمكن أن يقول إلا أن الأمور تتقدم وتتقدم، نعم. وتقدمت كثيرا جدا من عام 2011 إلى الآن، أي من قرار آخر الدستور إلى الآن. طيب، هذا الإصلاح الدستوري سيد طلحة جاء نتيجة لمطالب اجتماعية بهذا الإصلاح، وطبعا كان هناك تفاعل من أجل الوصول إلى دستور 2011 الذي تضمن مجموعة من الحقوق، وطبعا تضمن مجموعة من الإصلاحات المؤسساتية. هنا دعنا نأخذ الجزائر سيد طلحة. الجزائر كبلد جار على سبيل المثال، كيف تعاطى النظام الجزائري مع حراك أو مطالب الحراك، المطالب الاقتصادية والاجتماعية وخاصة السياسية، مع الإشارة إلى أن ميثاق البديل الديمقراطي، وهو ائتلاف يضم أحزاب وجمعيات وأعضاء من المجتمع المدني في الجزائر، قد ندد مؤخرا بالقمع العنيف لحقوق الإنسان في البلاد إثر مجموعة من الاعتقالات وأيضا المحاكمات السياسية. هذا الكلام هي الحقيقة، مهما قالوا أو مهما قيل هي الحقيقة. تعامل مع الحراك في الجزائر من أجل الإصلاح كان باتجاه واحد، هو كيفية إسكات هذا الحراك، كيفية امتصاص هذا الحراك وبقاء الأمور على ما هي عليه. لم نشهد مطلقا، حتى ولو من باب نوع من ترضية الشباب الذين قادوا أو يعملون أو يتحركون من أجل الإصلاحات، حتى ولو كان هناك شيء قليل من أجل تهدئة الشارع. الأسلوب الذي اتبع واضح، الأسلوب هو أنه الهدف هو إسكات هذا الشارع، هو إيقاف زخم الحراك مباشرة. الانتهاكات
كانت بلا وهذا كلام تقوله منظمات دولية ومنظمات دولية وازنة. على سبيل المثال في منظمات حقوقية في أوروبا وفي أمريكا تقول هذا الكلام. نعم. فإذا لم الحراك في الجزائر لم يؤدي إلى أي تغيير في بنية الدولة أو في معالجة فعلا والاستجابة أو التعامل مع المطالب الملحة التي طرحها المشاركون في هذا الحراك. فهنا يبدو الفارق، والفارق الكبير جدا بين دولة تبني في مؤسسات بهدوء وبتوافق، وهذه مسألة في غاية الأهمية، وبتراضي وعبر المؤسسات، ودولة تريد أن تبقى المؤسسة الحاكمة تبقى هي المؤسسة الحاكمة دون أي إصلاح ودون أي تغيير. طبعا سيد طلحة، كما تابعتم وفي خطوة استفزازية جديدة من الإعلام الجزائري الرسمي، قناة الشروق الجزائرية تواصل إلهاء الشعب وإغراقه بالكثير من الترفيه الغير البناء لتحويل أنظار الرأي العام عن الخوض ومتابعة القضايا الأساسية السياسية الاقتصادية والابتعاد عن التطرق للمشاكل الاجتماعية الملحة التي تنهك الشعب الجزائري بشكل يومي. كيف ترون هذا الوضع؟ وما دور الإعلام الجزائري أساسا يعني في توعية الشعب والتطرق إلى مشاكله الأساسية والحقيقية؟ هذا سؤال أساسي. نعم. نحن الآن عندما نتكلم عن الإعلام أولا له قواعد مهنية، ثم الإعلام له مرجعيات أخلاقية، الإثكس، أخلاقيات المهنة. إذا خرج عن هذا الإطار فيصبح عمل آخر لا علاقة له بالإعلام مطلقا، يصبح نوع من الإسفاف والانحدار. هذا من جهة. من جهة أخرى فيما يتعلق بصفة عامة وسائل الإعلام، ما هو المطلوب من وسائل الإعلام أصلا أن تقدم؟ وسائل الإعلام يفترض أن تقدم أكبر كم أو قدر من المعلومات، يعني هي أساسا لتدفق المعلومات. هذا الأمر لا نجده، لأن طبيعة النظام طبيعة النظام وطبيعة الوضع في الجزائر أيا كانوا المبررات هو نظام شمولي، والأنظمة الشمولية عادة لا علاقة لها بتدفق المعلومات، لا علاقة لها بنشر الوعي أو بتقديم المعلومة بالدرجة الأساسية. وبالتالي تصبح هذه القضايا الانصرافية، قضايا التي تفضلت بذكرها، هذه أمور لا علاقة لها بالإعلام صراحة. إضافة إلى ذلك أنها حقيقة تمس الدولة بدرجة، كما أقول بأن هذه مسألة تدل على ضياع البوصلة، البوصلة بصفة عامة، يعني إلى أين الناس يتجهوا، إلى أين يسيروا، كيف يعالج الأمور، كيف كذا. هذا ليس تحامل، هذا واقع، هذا واقع حقيقي. إذا لم تقدم إعلاما يعني بتدفق المعلومات ويساهم في التوعية، فأنت تقدم شيء آخر لا علاقة له بالإعلام، ولا يمكن أن يؤدي إلى أي شيء له علاقة بالوعي أو بدفع الأمور باتجاه دولة مؤسسات حقيقية. طيب سيد طلحة، كل هذه الاستفزازات التي ذكرناها من قبل الإعلام الجزائري تجاه المغرب، ليس الإعلام يعني بشكل عام ولكن بعض المنابر الإعلامية الجزائرية كما ذكرنا، والمغرب يمضي في إنجازاته المهمة والأوراش الكبرى التي عرفها منذ اعتلاء الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، أوراش غيرت ملامح البلاد. في الاقتصاد مشاريع رائدة لدينا اليوم، ميناء طنجة المتوسط كأول طاقة استيعابية في الحوض المتوسط. لدينا أيضا على مستوى النقل السككي خط البراق، وهو مشروع غير مسبوق بالمغرب العربي وإفريقيا. لدينا أيضا شبكة طرقية وشبكة الطرق السيارة في تطور وتمدد مستمر. كيف يمكن تقييم كل هذه الإنجازات سواء داخليا أو على المستوى الإفريقي بشكل عام؟ المغرب من المؤكد أنه هناك بناء على مسارين: مسار المؤسسات الدستورية بكاملها وترسيخ النهج والتوجه الديمقراطي، هذا من جهة. ومن جهة أخرى هناك تنمية يعني ملحوظة على صعيد البنى التحتية كما تفضلتي.
يعني الآن المغرب البنى التحتية التي توجد في المغرب بصراحة لا يمكن قياسها بالبنى التحتية اللي موجودة في القارة الإفريقية من دول لها إمكانيات. نعم. في حين أن هذه الإمكانيات لا تتوفر إلى المغرب، ويعني بالدرجة الأولى الثروات المعدنية، ثروات باطن الأرض وما إلى ذلك. فإذا هناك خط أو عمل يسير في اتجاهين متوازيين، بنيات تحتية كبيرة جدا في كل أنحاء المغرب، وهذا شيء أكثر من ذلك. هناك مدن تتغير بالكامل في المغرب. نعم. يعني ربما لأنه نحن نعيش في هذه المدن ربما لا نلمس هذا التغيير، ولكن هناك تغيير بالكامل. على سبيل المثال أنا أتحدث الآن من الرباط تغيرت بشكل غير عادي، بشكل استثنائي. يعني لو رأينا فقط ما حدث بين ضفتي أبو رقراق كأنك أنزلت مدينة جديدة، مدينة يعني أخرى مختلفة تماما. وهناك الكثير الذي يمكن أن يقال في هذا الصدد. فإذا هناك نوع من في الواقع انسجام وحالة متميزة جدا، وهي بنى تحتية كبيرة جدا، وفي الوقت نفسه ترسيخ بناء مؤسسات دستورية تسير في نفس الاتجاه. أعطي مثال بسيط وقريب جدا. عندما يناقش مجلس وزاري رفع الدعم للأحزاب، ويربط ذلك بأن يكون هناك خلايا تفكير كأنها think tanks، يعني كأنها معاهد بحث والتفكير التي يعرفها الغرب، وأنه يجب استقطاب كفاءات من أجل أن تفكر وتساعد هذه الأحزاب في أن تنتج فعلا برامج تنموية وبرامج متميزة. هذا في حد ذاته شيء حقيقة ملفت وغير مسبوق. يعني الدولة تقدم دعم للأحزاب من أجل تطوير بنياتها، من أجل تطوير بنياتها الفكرية، من أجل تطوير بنياتها التنظيمية، من أجل أن تصبح فعلا تلبي حاجيات المجتمع في الحاضر وفي المستقبل. نعم. هذه مجرد مثال من هذه الأمثلة. سيد طلحة، لم تقتصر طبعا الإنجازات المختلفة على يعني فقط المدن الكبرى. مثلا على مستوى الشبكة الطرقية مثلا لدينا محاور، لم تقتصر يعني الإصلاحات على مستوى المحاور الكبرى، بل تعدت لتشمل أيضا إلى عناية خاصة مثلا بالطرق الثانوية والقروية قصد فك العزلة عن المناطق النائية كالطريق السريع بمعايير دولية بين أكادير والداخلة عبر تزنيت والعيون. كيف ترون سيد طلحة أثر هذه المشاريع على مستوى التنمية في هذه المناطق، وأيضا على مستوى ضمان ولوج قاطنيها إلى الخدمات الأساسية، وأيضا المجهودات المتواصلة التي تسير في اتجاه تمتع المواطنين المغاربة في مختلف مناطق المملكة بحقوقهم بشكل عادل؟ أقول بكل نزاهة، أنا أتجول كثيرا بحكم عملي في المغرب، وفعلا لم تعد هناك كلمة عزلة لمنطقة من المناطق. يعني كل المناطق استطاعت أن تتصل وتتواصل، سواء كان عبر طرق سيارة أو طرق عادية. هذه مسألة في غاية الأهمية. هذا ماذا يعني؟ عندما تجد مجتمع متساكن ومجتمع في نفس الوقت يحدث تلاقح إنساني، تلاقح بشري، تلاقح طاقات، فهذا يؤدي بالتأكيد إلى رقي هذا المجتمع، إلى تطوره. وهذه مسألة ليست سهلة. يعني عندما تنتهي العزلة التي كانت سائدة في وقت من الأوقات عن بعض الأماكن، لم تعد هناك في المغرب صراحة منطقة يمكن أن يقال هذه منطقة نائية. يعني نائية بالمعنى أنها بعيدة عن المراكز الحضرية أو في عزلة. نعم. هذا شيء ليس سهلا، وليس يعني لا يمكن التقليل أو النظر إليه. الناس الآن تعايشوا معه وأصبح بالنسبة لهم ربما في حياتهم اليومية مسألة عادية، ولكن كل من يتأمل هذه الأمور
بنظرة واقعية، بنظرة فعلا العصرنة والتقدم والتحديث وما إلى ذلك، سيجد بأنه أشياء كثيرة تطورت وتغيرت تغير كامل، وتغير يعني من الأهمية بمكان. ففعلا المغرب تغير، وتغير تغير كبير جدا، وتغير نحو التطور، نحو الحداثة، نحو كل ما يمكن أن يكون له علاقة بالعصر واحتياجاته. عدا ذلك الآن على سبيل المثال شبكة الإنترنت موجودة في المغرب بالكامل موجودة في المغرب. نعم. وهذه في حد ذاتها مجرد هذه تدل على إلى أي مدى استطاع يعني المغرب يوظف ويستفيد من التكنولوجيا ومن العلوم الحديثة ومما يسمى بالنيو تكنولوجي من أجل تطوير المجتمع. أكثر من ذلك، مناطق التي كان يمكن أن توصف بأنها نائية، وأنا أعرف ذلك من واقع عملي، كانت تمت فيها بعض الدروس عن بعد، distance classes، distance learning أو الدراسة عن بعد، بشكل سلس ومشابه لما حدث في المراكز الحضرية. هذه كلها أمور ليست يعني بالمنطق، هذه ليست سهلة. هذه معناها المواكبة في العصر والانخراط في العصر وفي التقدم والتحديث، وفي خلق دولة فعلا متقدمة ومتطورة. إذن سيد طلحة، كما ذكرتم هناك مواكبة لاحتياجات العصر في المغرب. وسيد طلحة كما ذكرنا في البداية وأخذنا مثالا الجزائر كبلد جار، هذه المجهودات والإنجازات في المغرب مقابل وضعية اجتماعية صعبة يعيشها غالبية الجزائريين، وتجعلهم يحتجون يوميا ضد تردي أوضاعهم بشعارات تندد تارة بالبطالة، بالتهميش، بالحقرة. كيف يمكن للنظام الحاكم في الجزائر أن يسكت هذه الأصوات المتعالية والمطالبة بأبسط الحقوق في واقع معيشي صعب؟ وكيف يمكن للشعب الجزائري الثورة في اتجاه بناء ديمقراطية حقيقية؟ هو فاقد الشيء لا يعطيه. الآن إذا تكلمنا عن المغرب على سبيل المثال، هناك في بعض الأحيان مطالب، هناك تحركات، هناك حراك في حول من طرف بعض الفئات، ولكن كل الأمور تتم بالحوار ومحاولة التوصل إلى حلول. وهذه مسألة يعني لا يمكن أن ينكرها أحد. ولكن على الجانب الآخر أساسا فكرة الحوار غير مطروحة. فكرة بناء مؤسسات ذات ديمقراطية لا أحد يتحدث عنها. فكرة إمكانية جعل كتل اجتماعية، لا أقول فقط يعني شرائح، ولكن كتل اجتماعية أن تنخرط في مشروع تنموي غير موجودة. وفي الوقت نفسه لا يوجد بالمقابل ما هو البديل؟ البديل هو نظام شمولي. نظام شمولي لا يقبل الديمقراطية، نظام شمولي لا يقبل المؤسسات، نظام شمولي لا يقبل الاحتجاج، نظام شمولي لا يقبل تدفق المعلومات عن طريق وسائل الإعلام. وهذه هي النتيجة. في نهاية الأمر أنه أنت تقف في نفس المربع ولا تتحرك خارج هذا المربع، لأنه التوجه والتفكير والبنية بنية شمولية. يعني فاقد الشيء لا يعطيه. طيب سيد طلحة، إلى أي مدى يمكن أن يستمر النظام الجزائري في هذا النهج، في نهج النظام الشمولي؟ إلى متى؟ أنا أعتقد بأنه هناك مسائل يعني لا بد الإنسان يضعها في الاعتبار. نعم. لا يمكن أن تستمر نظرة أصبحت متجاوزة في العالم بطبيعة الحال، العالم المتقدم. هذه النظرة هي نفسها تصبح صالحة لكل زمان وفي كل مكان. فبمعنى آخر، إذا كان هناك الآن دولة عميقة داخل الدولة في الجزائر، هذا وضع
لا يتماشى والعصر الذي نعيشه، عصر الانفتاح، عصر الحريات، عصر دولة المؤسسات، عصر تدفق الحقائق وتدفق المعلومات. فلا أعتقد بأنه كيفما كان الأمر، لا أعتقد بأن ذلك ممكن أن يستمر. إضافة إلى مسألة في غاية الأهمية، الذي يلاحظ بأنه قلة إن لم تكن قلة قليلة جدا من الشباب، أي من الشباب الجزائري الذين هم في سن الشباب، وصلوا إلى مراكز لها علاقة بالقرار، لا أقول صنع القرار، نعم. فقط لها علاقة بالقرار. فلا يمكن أن تجعل جيل كامل بكاملها أو أجيال بكاملها خارج الزمن وخارج ما يحدث، وفي الوقت نفسه تعتقد بأنه ممكن الأشياء تستمر بذاتها وبصفاتها. لا يمكن، يستحيل. يعني نفس يعني الأشخاص، نفس الرؤى، نفس طريقة التفكير يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية؟ يستحيل. نعم، يستحيل. هذا ضد منطق العقل أصلا. يعني هذا عمل لا علاقة له بالعقل، في أنك تعتقد بأن الأمور ليس أفضل مما كان. نعم. الشعار يبقى أن لا يوجد أفضل مما كان ومما سيكون ومما هو كائن. يستحيل. نعم. إذن سيد طلحة، المغرب استطاع أن يثبت نفسه كوجهة صناعية تنافسية وذات مصداقية، مما مكن من رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. هذه الإنجازات مكنت طبعا المغرب من التموقع بشكل جيد ضمن المشهد العالمي. كيف ترون هذا الاهتمام الدولي الكبير بالمغرب كوجهة اقتصادية مستقرة في منطقة مضطربة وكبوابة آمنة نحو إفريقيا؟ كيف ترون هذه الشراكات الاقتصادية الجديدة التي يتواصل نسجها في البلاد، وآخرها تلك التي تلت اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء؟ يقال، وهذا القول ليس من عندي، أن رأس المال جبان. هي طبعا صفة مع التحفظ. ما معناه؟ أنا أقرأها القراءة الإيجابية. رأس المال لا يمكن أن يتحرك أو يتجه أو يذهب باتجاه أي دولة أو أي مجتمع أو أي مكان إلا إذا ضمن بأنه هناك استقرار حقيقي. لأن رأس المال، الاستثمار ماذا يعني؟ الاستثمار أنني أقدم لك التكنولوجيا، أقدم لك المال، أقدم لك كل إمكانيات التقدم. فبالتأكيد هذه الاستثمارات التي حدثت وتحدث حاليا في المغرب هو الجواب المنطقي والحقيقي، يعني من طرف كل رؤوس الأموال، بأن هذا بلد مستقر يستطيع أن يقدم شروط استثمار جيدة، يستطيع أن يضمن استمرار الاستثمارات ويضمن لها العائدات. شركات كبرى انتقلت من أوروبا المستقرة التي لا يوجد فيها اضطراب، انتقلت من أوروبا إلى المغرب. هذه حقيقة. هذه الشركات وجدت بأنه الاستقرار، المناخ ربما التعامل، الإمكانيات، تطوير مناخ الأعمال، هذه كلها وجدت بأنها ملائمة مناسبة، وبالتالي نقلت استثماراتها من دول أوروبية مستقرة آمنة لا يوجد فيها أي إشكال إلى المغرب. بمعنى آخر أن هناك فائدة وهناك جدوى الآن من هذا الأمر. يعني على سبيل المثال، عندما تفكر شركات أمريكية بأن تستثمر في الداخلة، وهي أبعد نقطة من المدن المغربية، ماذا يعني ذلك؟ نعم. هذا جواب للذين يتحدثون عن توتر، عن صراع، عن مشكلة. فقط لنتأمل هذه الواقعة. نعم. أنا عشت في أمريكا وأزعم بأنني أفهم العقلية الأمريكية. لا يمكن ينتقل رأس المال الأمريكي ليستثمر في مكان حتى يجد كل الضمانات بأن هذا الاستثمار سيكون له مردودية عالية وعالية جدا، وبالتالي وهو عمل فيه كامل النجاعة وفيه
فيه الفائدة. طيب هذا مجرد مثال بسيط كيف ما كانت استثمارات هذه الشركات. سيد طلحة، مقابل هذا الاستقرار الاقتصادي الذي يعيش فيه المغرب، هناك يعني تحذير لحزب تجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أحد أبرز أحزاب المعارضة الجزائرية، من إفلاس اقتصادي وشيك في هذا البلد النفطي. وقد أوضح الحزب في بيان له أن البطالة في تزايد مستمر، مستوى المعيشة والقدرة الشرائية للمواطن الجزائري تواصل تقهقرها، فيما يواصل دينار الهبوط بسرعة جنونية. وقد أعرب هذا الحزب طبعا عن استيائه إزاء استفحال هذا الفقر في أوسط عريضة من المجتمع. كيف يمكن تجاوز هذا الاستقرار الاقتصادي في الجزائر مقابل نجاحات متواصلة للمغرب؟ لو أعطي لأي كان هناك لأي شخص ملايير الملايير وأساء تدبيره، بالتأكيد سيصبح مفلس. هذا على مستوى البشر. أنا لست خبيرا اقتصاديا ولست رجل اقتصاد، ولكن أقول بكل موضوعية واضح جدا أن هناك ثروات كبيرة جدا، ولكن هناك سوء تدبير. وبالتالي الآن الجزائريين يتحدثون فعلا عن البطالة، يتحدثون عن الغلاء المعيشة، يتحدثون عن تراجع قيمة العملة المحلية. ما هو سبب ذلك؟ هل هذا الأمر يعني جاء هكذا نبتا شيطانيا؟ ولكن هو نتيجة سوء التدبير الذي يعني عاشته الجزائر في مدة طويلة وطويلة جدا. الآن نعم. عندما نتكلم عن بعجالة، نعم. من الذي يقرر في الجزائر؟ من هو صاحب القرار؟ نعم. إذن نشكرك جزيلا سيد طلحة جبريل، كنتم معنا من الرباط، أنتم المحلل السياسي. شكرا على كل هذه التوضيحات والمعطيات. أشكركم مشاهدينا على طيب المتابعة، في أمان.